حلقه جديده وتيجي نمليها. اهلا بكل مشاهدينا، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وبسعاده وبسلام يا رب. النهارده بنتكلم مع الشباب وللشباب. النهارده هنفضل ناكد على الجمله اللي قعدنا نقولها كتير جدا، البركه في الشباب، واللي احنا لما نحب نغير حاجه مش هتتغير غير بالشباب. دايما لما بنقول البركه في الشباب ما نبقاش بنبالغ يا جماعه، والله فيهم ما شاء الله الله اكبر، يعني صحه وفيهم افكار جديده وفيهم امل وفيهم تفاؤل وفيهم شعور كده من جوه ان هو احنا هنغير، احنا هنعمل حاجه مختلفه. حتى لو في منهم محبطين شويه تلاقيهم يشدوا بعض كده ويتكلوا على الله ويبتدوا يشدوا بعض لقدام. النهارده هنتكلم عن الشباب، ومعانا شباب قرروا انهم يبقوا يجروا كتير قوي. مش عارفه جبتوا، ربنا يعني يديكم الصحه، جبتوا منين فكره الجري في الصيف اللي احنا فيه ده. الاول اسلم على ضيوفي اللي منوريني النهارده، فريق رانرز العبور، اهلا وسهلا. احمد محمد شحبور ومها الخضراوي منوريني، اهلا بيكم. اهلا بيك. ازاي بتجروا في الحر؟ اولا احنا بنيجي الصبح. طيب حر برضه؟ مش حر؟ لا. بتجروا الصبح امتى؟ بعد الفجر دايما بنبتدي 6 ونص 6 الصبح كده، قبل الشروق شويه نجري ساعه وبعد كده نقعد على الفيتنس. استنى بقى اما اخد مها، البنات هم اللي بياخدوا وقت كتير عقبال ما يصحوا. ازيك يا مها الاول؟ اهلا بيكي. بتجروا ازاي؟ احنا بنتقابل كل يوم الساعه 5:30 الصبح، بنبدا نتحرك الساعه 6 تقريبا، بنلعب شويه فيتنس، اطالات، شويه تمارين بشكل عام، بس بنبدا نمشي شويه بعدين نجري فرنج 3-4 كيلو ونرجع تاني نتجمع. بتكون الساعه بقت 7، بنبدا يومنا بنشاط جدا جدا جدا. احنا ابتدينا 5:30 الصبح، 7 خلصتوا جري. 7-7:30 ماكسيموم. 7:30 هتبتدوا بقى اليوم بالظبط. بعد ما جريتوا. ايوه. طيب. يعني بتبدأ اليوم بكم نشاط رهيب. نشاط بعد الجري طبعا. متأكدة؟ طيب انا هاخد على كلامكم يعني. من انتم الاول؟ احنا العبور رانرز. احنا فريق اجتمع بس على فكرة الجري. كنا محتاجين حاجة نخرج بيها من الروتين شوية، بس يعني بدأنا خالص بأنه حد حابب يجري فكان بينزل كل يوم الصبح يجري لوحده. شوية حد تاني قال له هنزل معاك، حد تالت رابع خامس، بقينا جروب كبير الحمد لله. بس بنعمل ايفنتات من وقت للتاني. احنا جروب كبير يعني قد ايه عددكم؟ هقول لك، الايفنت الرئيسي عندنا بيبقى كل يوم جمعة. ممكن في الايفنتات الرئيسية بنوصل ل 150-200 فرد. الافراد دي ما بين شباب، اطفال، معانا اطفال كده حاجات صغننه 5 و6 سنين جايين مع مامتهم واختهم الكبيره بالظبط، بتبقى اسر. ومعانا سيدات كبار بتعدي 50 و60 سنه، بجد قمه النشاط اللي في الدنيا، يمكن انشط مننا وعندهم حيويه اكتر مننا. بس يعني كلهم اجتمعوا بس على فكره الجري. بس ده احنا باختصار يعني. بتجتمعوا على فكره الجري وبتتكلوا على الله وبتقرروا انكم تعملوا مثلا ستارت بوينت، نقطه بتبتدوا عندها ونقطه بتنتهوا عندها، ولا القصه بتمشي ازاي؟ بتنطلقوا كده منكم لنفسكم؟ لا خالص، احنا الستارت بوينت بتاعتنا في الحي الخامس، مدخل الحي الخامس. بنبدا من عندها نتحرك، لينا تراك بنمشي فيه وبنرجع تاني لنفس النقطه. تمام. خط سير التراك ده ولا الحاجه اللي انتوا بتبقوا محددينها دي بتبقى بقى من اول، من ساعه ما بتعملوا الايفنت بتبقوا محددينها، ولا لا من لما بتتقابلوا او لما بتتجمعوا او لما بتشوفوا الحاله الصحيه للناس المشاركه معاكم بتعملوا ايه؟ من قبل ما بننزل. احنا الايفنت اليومي بتاعنا بنكون عارفينه، مش بيتغير تقريبا. الايفنت الاسبوعي هو اللي ممكن يتغير. التراك بنبقى متفقين عليه قبلها ب3-4 ايام. بس يعني بس بشكل عام لا، بنكون متفقين وعارفين كويس جدا احنا رايحين فين وهنرجع لانهي نقطه بالظبط. بيبقى نسبه المشاركين معاكم قد ايه من اعمار مختلفه؟ يعني الاطفال نسبتهم كذا، يعني مش عايزه نسب بقى بالورقه والقلم، لكن بتخيلك كده يعني بتبقى قد ايه لغايه السن المختلف؟ ممكن نقول مثلا 10-20%، 10% اطفال مثلا، 60-70% شباب من العشرينات للاربعينات، والباقي مثلا 20-30% اكبر من 40. تمام. من غير الايفنت كنتوا بتنزلوا مع بعض برضو، ولا كنتوا كل واحد لوحده وخلاص؟ بمعنى
يعني قبل ما كنتوا بتعملوا الايفنت دي كنتوا اكيد عدد الاول محدود، وابتديتوا بقى الايفنت دي حتى الناس ما تعرفكوش بتيجي تشارك معاكم. بالظبط. مظبوط. بعد لما بقى في ايفنتس وبعد لما بقى في اعداد كبيره بقيتوا يعني بتهتموا بانكم تحاولوا تجيبوا ناس اكبر واعداد اكبر، ولا لا الفكره ان اللي حابب يجري هينزل يجري؟ مش هو ده هدفنا دلوقتي، ان احنا بنحاول نغير، يعني نزرع فكره في الناس، ان هي الناس تشوفنا فتنزل تجري معانا. وكمان بنحاول نخلي الناس مطمنه ان احنا ناس كتير، ان احنا مجموعه كبيره، مش شويه صغيره. فده حلمنا ان احنا نغير الناس، نغير من نشاط، يعني من فكره بدل الناس قاعده في البيت ما بتعملش حاجه او قاعده قدام التلفزيون على طول او بس لما بتبقى قاعده في البيت الساعه 5:30 بتبقى بتعمل حاجه، بتبقى نايمه. بس هيبتدوا يومهم بنشاط. انا يعني بتفرق، يعني هو بتفرق معاهم الجري دي، يعني حركه دمويه في الجسم وكده، فبيبتدي اليوم بنشاط، يعني بيقدر يكمل بقى، يقدر يدي الشغل حقه او الدراسه او كده. ابتديت تجري من قد ايه؟ بقالي سنه. وفرقت بس كنت بجري لوحدي، كنت بجري الاول لوحدي، يعني بادئ معاهم بقالي شهر كده. معاهم ده بقى مين اللي ابتدى الفريق؟ كنت محمد مصطفى. كابتن محمد مصطفى هو خريج كليه حربيه. اوكي. ده كان بيجري جري يعني. هو اللي بدا يعني. سور الكليه الحربيه لازم. طيب وانتوا محددين مكان معين للعبور؟ هي العبور بس. الطرق ممهده، انتوا شايفين ان انتوا عارفين تجروا فيها، الموضوع مناسب اي حد ينزل، كل اللي محتاجينه حذاء رياضي مش اكتر؟ والله لا، هو احنا محتاجين حاجات اكتر كمان، يعني في الايفنتات الرئيسيه بتاعتي مثلا، يعني يوم الجمعه بنعمل ايفنت رئيسي بيبقى مسافه اطول شويه، فبنبقى ناس بتبقى اكتر، عدد اكتر، فبتبقى محتاجين مثلا امن، يعني كشرطه، كدعم من الجهاز او كده، فاهم قصدي؟ بس او اسعاف مثلا، الموضوع بيبقى في عدد اكبر من الايام العاديه، بس فهو ده. انما كطريق بيبقى كويس يعني، بس هو الامن يعني. طيب مها مش موجود، نعتبر مها مش موجود. البنات بيبقوا عامل معوق ليكم في مواعيدهم، بيصحوا متاخر، بيقعدوا يربطوا الطرحه 100 ساعه، بيقعدوا يحطوا ميك اب، يعني بيزهقوكوا انتوا نازلين. انت مش موجوده يا مها. لا بالعكس، ده احنا بالعكس حتى نجري ممكن نسبقهم بمسافه مثلا، قولي مثلا 100 متر 200 متر، نرجع تاني نجيبهم من ورا، فبنروح جاي ونجيبهم، فبتبقى حاجه على فكره نسبه مشاركه البنات اكتر من الولاد. الناس بيقول انهم بيسبقوكوا ويرجعوا يجيبوكوا. ما هو احنا نسبقهم يبقى 4 تقريبا 3 كده، بس يعني الباقي فعلا شويه. طيب ماشي، انت بتظبط الكلام. مش عايز لخبطه. طيب لما بيبقى كل ما بيزيد العدد كل ما انتوا بتبقوا حاسين بالامان اكتر، ولا كل ما يبقى الموضوع بالنسبه لكم ملخبطكم لان انتوا بتبقوا محتاجين تنظيم اكتر، رعايه اكتر امنيا، بتبقوا محتاجين ان يبقى شايفين مثلا الطرق بحيث انه ما تنزلوش على الاسفلت تعوقوا طريق؟ عايزين زياده ولا مش عايزين؟ عايزين زياده، بس طبعا مع الامن. يعني هو احنا عن نفسنا احنا بنقدر ننظم، ان احنا في يعني احنا سننا يعتبر في الجامعات كلنا يعني الاكتريه في كسن جامعه ولسه متخرجين، فاحنا بنقدر نخلي بالنا من الناس اللي بتجري معانا، يعني زي ما بنقول رايحين جايين، فالموضوع مش مشكله قوي، يعني العدد لو كده هيبقى حلو طبعا يعني. طيب خلينا نتوقف لحظات مشاهدينا فاصل ونرجع تاني نستكمل حلقتنا، خليكم معانا. مصر اللي
اهلا بيكم تاني مشاهدينا مع رانرز العبور اللي موجودين معانا النهارده. احمد شحرور جري بقى، طلع يكمل جري وجا مكانه حسام احمد. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. انت برضه بتجري؟ الحمد برضه لله. بقالك قد ايه بتجري؟ بقالي يجي 3 سنين كده. انت قديم بقى في موضوع قديم، الجري. كنت بجري مش لوحدي يعني. كويس. فكره يعني جات لك منين فكره انك تصحى تجري كده يعني يا حسام؟ هو يعني الرياضه، انا اصلا كنت بمارس رياضه من زمان بس العاب مختلفه يعني. فجاب مثلا فتره كبيره ما مارستش فيها رياضه باستمرار يعني. فحاسس بخمول، مش حاسس بنشاط يعني، حاسس ان انا خامل جدا. فكنت بنزل اجري لوحدي يعني. كان ساعات حد من اصحابي مثلا بينزل يشجعني، لو مفيش حد بنزل اجري لوحدي. بس. طيب انت يا مها كبنوته بتبقي حاسه بالامان وانت بتجري؟ بالنسبه لك الموضوع تمام وبتقولي لاصحابك تعالوا معايا ولا؟ اكيد طبعا. احنا حتى لو احنا مجموعه صغيره جدا بتجري بنكون فعلا حاسين بالامان، احنا مع بعض اولا. ثانيا يعني رغم ان هو في الشارع وكل حاجه، بس في الاخر انت في وسط جروب، فامانك بالجروب ده بس. طيب في ناس بتجري لسبب او لهدف، يعني في دايما يقول لك ايه رانينج فور كوز يعني، او بتجري لهدف معين. انتوا جربتوا انكم تعملوا حاجه زي كده؟ يعني عندكم جريتوا مثلا لمحاربه السرطان، جريتوا لدعم قضيه ما، جريتوا عملتوا اي حاجات او عملتوا اي ايفنتس لدعم اي قضيه او حاجه زي كده، ولا ما جربتوش تعملوا حاجه لا زي لا كده؟ لا، احنا عملنا قبل كده في يوم اليتيم. كنا اتجمعنا برضو ورحنا احد برضو الملاجئ وكده وكان يوم يعني قضينا يوم كامل هناك. وقبل كده برضو كنا هنروح مستشفى بهية وكده. بس لسه يعني الموضوع لسه ما خلصش يعني. لسه ما خلصش. فكرتنا الاساسيه ان احنا بنجري من اجل الصحه. الجري بشكل عام بينشط الدوره الدمويه، بيدخل اكسجين في جسمك، بيحارب الشيخوخه المبكره، بيحارب هشاشه العظام، ليه فوائد صحيه كتير جدا. فاحنا فكرتنا الاساسيه ان احنا بنجري من اجل الصحه بس مش اكتر. تمام. الفتره الجايه عندكم نيه انكم تعملوا ايفنتس وتقدروا تلموا ناس اكتر وتجروا مع ناس اكتر، وتزودوا كمان نوع من انواع الرعايه لقضايا معينه او لافكار معينه او لدعم، زي ما حسام بيقول مثلا ملجأ من ملاجئ الايتام او دار من الدور او اي حاجه من الحاجات دي؟ احنا جرية بكره هتكون من اجل السيدات مرضى سرطان الثدي. بشكل عام احنا يعني بنحب نتبنى قضيه ما من الاول للاخر، يمكن مركزين اكتر في نقطه السرطان بشكل عام، التوعيه بيها، ازاي نقدر نحارب السرطان بالجري بالرياضه هكذا. بس ازاي هنكبر؟ احنا بنتمنى ان العبور كله يكون جزء من التيم بتاعنا. نتمنى انه ايفنت من الايفنتات تكون فيها كل سكان العبور، يعني دي امنيه حياتنا. طيب انتوا على علاقه باي فريق من فرق الرانرز التانيين، ولا رانرز العبور بيجروا بس في العبور وما يعرفوش اي حد من الرانرز؟ لا، احنا عبور رانرز مستقل، بنجري لوحدنا يعني مع نفسنا، والاعداد سواء كانت كبيره يعني او قليله احنا كده كده بننزل نجري وهننزل نجري على طول ان شاء الله يعني. تمام. ما حاولتوش ان انتوا تعملوا زي كاس العالم للرانرز مثلا، ولا كاس مصر، تحاولوا تعملوا ايفنت تاخدوا فيه الرانرز بتاعت اماكن مختلفه او مناطق مختلفه؟ هو لغايه دلوقتي تقريبا لا يعني، بس احنا بنجري زي ما قلت قبل كده، احنا بنجري علشان احنا عايزين نجري بس. احنا بنخطط فعلا ان احنا يكون في اكتر من ايفنت كمسابقات. اوريدي عملنا مسابقات بس كعبور رانرز. كنا عاملين مسابقه تتابع، كنا عاملين مسابقه 6 كيلو، يعني عملنا اكتر من مسابقه بس كعبور رانرز. من وقت للتاني بنشارك في مسابقات بشكل فردي او بشكل مجموعه مصغره بتشارك في مسابقه تانية. برضو من الحاجات اللي بنحلم بيها انه حد من التيم بتاعنا يكون بيشارك في مسابقات جوه وبره مصر بشكل يعني كبير ان شاء كبير. الله. بس نورتوني. شكرا انكم كنتوا موجودين معايا. مبسوطين جدا. مها الخضراوي وحسام احمد، ميرسي انكم كنتوا موجودين معايا. خليكم معانا بعد الفاصل، فريق تاني وشباب تاني وهنتكلم معاهم في حاجات تاني. خليكم معانا.
بلاد طيبة، من أجل سياحة أفضل. هنحافظ على بلدنا، هنغير من سلوكنا، هنحترم ضيوفنا. I like Egypt very very much. It's beautiful. Egitto è fantastico. Excellent. مصر أمان، مصرية في كل مكان. أمان يا مصر. واحدة. اهلا بكل مشاهدينا من جديد. مؤخرا بنتكلم كتير عن العمل التعاوني وقد ايه ان احنا مهم جدا ان احنا الفتره الجايه نحاول نركز عن العمل التعاوني والتعاونيات بالذات انها تستثمر او انها تشتغل في مجال البيئه. دي مش من الحاجات اللي كنا متعودين عليها انها تحصل في الفترات اللي فاتت. مؤسسين الجمعيه اللي موجوده معانا النهارده لجأوا انهم يحاولوا يستثمروا في البيئه ازاي من خلال الاطفال. حاجه من الحاجات اللي هنتكلم فيها النهارده مبادره لطيفه جدا اسمها مبادره الطفل الاخضر. الاول هرحب باستاذ احمد معوض. ازيك؟ اهلا بيك. فكره اصلا انكم تتعاملوا مع الاطفال وفكره ان النهارده اللي معانا في الاستوديو هيدخلوا هيشرحوا لنا كل واحد هيتكلم عن حاجه معينه هو هيكون من الاطفال. الفكره دي جبتوها ازاي؟ يعني خلينا نقول في البدايه احنا بنواجه مشاكل جامة في موضوع التلوث البيئي او التغيرات المناخية اللي العالم كله دلوقتي مركز عليها في الفترة الأخيرة. وكنا بنلاقي صعوبة احنا في شغلنا ان احنا ازاي نوصل المفهوم بتاع التغيرات المناخية او كيفية التصدي ليها والحلول اللي المفروض تتاخد. لقلة الوعي بالموضوع، قلة الوعي بمنظومة البيئة بشكل عام. لقينا ان احنا بناخد وقت جامد جدا عشان نبدأ ان احنا نثقف الجيل الحالي او الاجيال السابقة. فقررنا ان احنا نمشي بالتوازي، يعني ناخد خط توعية الجيل الحالي والاجيال السابقة، ونبدأ في نفس الوقت نعد جيل جديد هو طالع مثقف وجاهز ومعد لمواجهة وجاهز ان هو يواجه كل الازمات البيئية او مشكلة التغيرات المناخية اللي ممكن تقابلنا في المستقبل او اللي مقابلانا في الوقت الحالي كمان، او ازمة الطاقة والوقود. كل الازمات اللي ممكن تقابلنا بيئيا. احنا حاليا شغالين على موضوع اعداد الجيل الجديد ان هو يبدا ان هو يتعامل، لان الجيل الجديد هو اللي هيبقى منه رئيس حي، هيبقى منه محافظ، هيبقى منه وزير. فهو انا ببدا ان انا اثقفه من صغره علشان هو يبقى عنده الخلفيه العلميه والتدريبيه والعمليه ان هو ازاي يتخذ الاجراءات او يتخذ الحلول للتصدي للمشاكل ديت. الفكره في حد ذاتها هايله قوي، لكن لما تيجي بقى تطبقها على الارض عشان تعرف تطبقها مش سهل خالص ان احنا نجيب اطفال. الاول عرفت اطفال منين او جبت الاطفال منين؟ لا والله الموضوع مش يعني هو مش سهل ومش صعب. يعني احنا لما قلنا مبادره طفل اخضر، انا ما بيجيش ابدا حد يقعد قدامي على الترابيزه دي ويقول لي حاجه مش صعب. انت اول حد يقول لي مش صعب. لا احنا كل الناس دايما تقول لي صعب صعب يعني صعب. احنا اللي بنصعب. كويس قوي ان انت بتقول لي احنا اللي بنصعب واحنا احنا اللي بنصعب واحنا اللي بنسهل. المبادرة هي الأول كانت عندنا فكرة إن إحنا خلاص خدنا عهد وتحملنا مسؤولية إن إحنا نجهز جيل جديد عشان خاطر يقدر يحمي الأجيال اللي جاية من المشاكل اللي ممكن تواجهه. نعم.
احنا بمجرد ما اعلنا عن موضوع مبادره الطفل الاخضر كان فعلا هي البدايه ازاي هنجيب اطفال منين. بدانا احنا دلوقتي عاملين اول مجمع بيئي موجود في مصر، ده موجود في منطقه شعبيه اسمها كوتسيكا. حولنا مقلب مخلفات لمجمع بيئي. مجمع البيئي بقى فيه كل الانشطه اللي احنا بنتكلم فيها، سواء تدوير المخلفات او البيوجاز، الكومبوست، زراعه بدون تربه، الطاقه الشمسيه. كل ده في كل ده مقلب موجود كان- في المجمع ده كان اصلا مقلب قمامة. مقلب قمامة. المقلب القمامة دلوقتي تحول لمركز علمي نعم. لتلقي العلوم البيئية لكل المراحل السنية. ما جينا نفكر في الطفل هنجيب الطفل ازاي، بدأنا ان احنا نتواصل مع الجمعيات الأهلية اللي موجودة في المنطقة المحيطة بالمجمع، ومعظم الجمعيات الأهلية عندهم حضانات بتبقى تابعة للجمعية، فبدأنا نتواصل معاهم يجيبوا أطفال الحضانة يقضوا معانا يوم ظريف كده، بناخدهم الاول نعمل لهم حاجات ترفيهيه، وبعد كده نبدا معاهم الشغل العملي اللي هو كيفيه فصل المخلفات، يعني ايه مخلفات ونفصلها ازاي والفرق بين الوان الفصل، وبعدين ندربهم على الطاقه الشمسيه، البيوجاز. هايل. الموضوع لما بدانا السوشيال ميديا اشتغلت، لقينا ناس مهتمه كتيره جدا، اهالي مهتمه ان هي فعلا تعلم ولادها، وبدا يحصل تواصل لدرجه في ناس دلوقتي بيجوا من مصر الجديده، يجوا من اكتوبر، يجوا من أماكن نيو بلس. بعيد. اصبح دلوقتي خلاص اسسنا الموضوع. مبادره الطفل الاخضر موجوده عندنا كل يوم جمعه، واتضاف عليها في الفتره الاخيره حاجه اسمها سينما الطفل الاخضر. سينما الطفل الاخضر احنا بنعرض عليهم افلام خفيفه، بس بيبقى ليها رساله معينه، بتعلمهم حاجه من خلال الفيلم، وبعد كده اللي بيشوفوه بالفيلم بنروح مطبقينه عملي. يعني الاسبوع اللي فات كانوا تقريبا بيتكلموا على الطاقه الجديده والمتجدده، اتكلموا على طاقه الرياح والطاقه الشمسيه والكومبوست، ازاي ان هو من مخلفات الاكل يعمل سماد يزرع بيه. هايل. طيب اسمح لي ارحب باهم ضيف عندي النهارده، الاستاذ محمد سعيد صلاح. اهلا وسهلا يا استاذ محمد سعيد. الحمد ازيك؟ تمام. عندك كام سنه يا محمد؟ الحمد لله. عندك كام سنه؟ سنة ثالثة. في سنه ثالثه ابتدائي. طيب محمد، انا عايزاك تكلمني اكتر عن الفكره دي، الفكره ان انت بتروح وتشوف المجمع البيئي ده. الفكره دي حاجه لطيفه اصلا ولا بتبقى زهقان وانت موجود هناك؟ حاجة لطيفة بقى. فعلا؟ عندك صحاب هناك؟ لا. ما عندكش؟ يوم هتاخدهم الجمعة معاك؟ بس. يوم الجمعة بس. طيب انت استفدت اي حاجة هناك ولا بتروح وخلاص بقى عشان مامتك وباباك مصرين انك تروح، فانت يعني عشان ما يقعدوش يزهقوك بتروح؟ لا، حاجة لطيفة. أنا فعلا؟ بحبها. طيب اوصف انت بتعمل ايه هناك، او احنا بنعمل ايه في المجمع، ايه الانشطه اللي موجوده هناك؟ بنجمع المخلفات ونكبسوها من أول وجديد. كويس قوي. بتبقى لابس حاجة في ايديك علشان ايديك ما تبص؟ تمام. بتبقوا واخدين بالكم منهم؟ لا هو ما بيشتغلش، هو يعني هو بيشوف بس الناس وهي بتعمل. أنا في ساعات بعمل وفي ساعات ما بعملش. تمام. طيب انا كنت سامعاك قبل ما ندخل الهوا بتقولي هكلمك عن البايوجاز. ايه الحكايه دي؟ البيوجاز ده بنحطه في الأكل والحاجات دي، بيطلع لنا غاز. تمام. يعني بتستخدم المخلفات الاكل ومخلفات الطعام؟ الأكل اللي باقي مننا بنحطه في البيوجاز ده من فوق، ينزل لنا غاز. شفت بقى؟ يعني عندهم الفكره الاساسيه، يعني هو مش عارف يوصل قوي الفكره، لكن الفكره الاساسيه هو ده، يعني هو ده اصل الموضوع. يعني اصل الموضوع ان انا اديله المعلومه. يعني انا واحد على سبيل المثال، انا لحد 2011 انا ما كنتش اعرف اي حاجه عن الكلام اللي انا بتكلم فيه دلوقتي. انا عرفت قبل ما احضر الحلقه، بس انا كنت فمحمد عنده معلومات قديمه. تخيلي احنا يعني مثلا عرفنا المعلومه في سن متاخر شويه، اللي هو مش يعني الوقت مش هيسعفنا. خلاص التعليم، خلصنا تعليم، الوقت مش هيسعفنا ان احنا نعمل حاجه في الافكار ديت. لكن لما اجيب الطفل وازرع فيه الافكار ديت والابتكارات ديت، هو يعني بعد كده في ابحاثه في دراسته الكلام ده هيبقى قدام عينيه طبعا. وبالتالي هو يعني ثق تماما ان هو هيبتكر على المعلومه اللي هو اخذها. وده احنا ملاحظينه في الاطفال. احنا الطفل بياخد المعلومه كثير السؤال، كثير الابتكار، يعني بيستوعب بسرعه، وفي نفس الوقت بيبتكر ويزود على اللي هو بياخده. محمد جه يوم خلاص بقى بايت عندنا، يعني مقيم عندنا، بيجي عندنا يوميا. محمد كل يوم باجي. كل يوم بتروح؟
طب ايه بقى اللي مش عاجبك هناك؟ عايزهم يظبطوا ايه يا محمد علشان يبقى المكان تمام وانت تبقى عايز تروح اكتر؟ مفيش حاجة مش عاجباني. عاجبك مفيش كله حاجة. تمام. طب هتقول لاصحابك يروحوا معاك؟ ايه؟ هتقول لاصحابك يروحوا معاك؟ انا اصحابي اصلا مش من هنا، انا من اسكندرية. انت بتيجي مخصوص؟ لا عشان ماما شغل ماما هنا، ها فاحنا بنيجوا عشان شغل ماما، فهي ماما بتسيبني في البيت وتروح هي شغلها. هايل. فكره انها اصلا الحقوا بنشاطات تفيدوا في الوقت اللي احنا نبقى فعلا مش قادرين نبقى موجودين مع اولادنا، دي فكره ممتازه. طب انت لما بتروح اسكندريه بتحكي لاصحابك على اللي انت بتشوفه؟ لا ما احنا سيبنا اسكندريه ورحنا المعديه البحيره. لسه يعني ما قابلتهمش. لما تشوف اصحابك الجداد هتقول لهم يجوا معاك ولا مش هتقول لهم؟ هتخلي المكان ده سر ليك لوحدك؟ ما مش هيجوا. مش هيجوا وانت هتخليه ليك سر لا لوحدك؟ مش هيجوا، هم اصلا مش من القاهره عشان. طب لو اتعمل مجمع زي ده في اسكندريه، انت هتجيب اصحابك وتروح بيهم مجمع هناك؟ ولو انت قاعد هنا في انا عارف القاهرة- ان انتوا مشهورين وعندكم هو عارف. عارف. ميرسي يا محمد على المعلومات المهمه اللي انت بتقولها لنا يا محمد. طيب احنا بنشتغل على الفئه العمريه من كام لكام؟ احنا بنشتغل بادئين من 3 سنين بشكل عام، ولكن في بعض الانشطه. لا الاطفال بنشتغل على الفئه بشكل عام من 3 سنين. اصغر حد من 3 سنين. 3 سنين بيجي. انا عايز بس الطفل ان هو عينه تاخد على اللون الاخضر، عينه تاخد على تشوف حاجه اسمها طاقه شمسيه. ده اللي هو ال3 سنين، وبيجي شويه العاب خفيفه كده. لكن في بعض الانشطه يعني بيبقى مش اقل من 7 سنين، يعني مثلا زي ورشه الطاقه الشمسيه بيبقى مش اقل من 7 سنين. الزراعه بيبقى مش اقل من 5 سنين. يعني بعض الانشطه على حسب درجه الاستيعاب بتاعه الطفل. بصراحه القائمين على المبادره يعني مقسمين الفئه العمريه بطريقه علميه اكتر. كل نشاط بيبقى ليه حد ادنى بالنسبه للفئه العمريه، لكن بشكل عام هو من 3 سنين. احنا يوم الجمعه ده بيبقى كرنفال اطفال في المكان، اطفال كتيره جدا بتبقى موجوده، وده عمل حاله في المنطقه اللي احنا فيها. يعني انا لما اقول ان انا في منطقه شعبيه والناس بدات تتكلم طاقه شمسيه وزراعه بدون تربه وبيوجاز، حاجه بجد يعني احنا حسينا بيها قد ايه المكان ده نجح، قد ايه احنا فعلا قدرنا ننجح في توصيل المعلومه بصوره مبسطه لاهالي بسيطه ثقافتهم متوسطه. انا دلوقتي اكاد اجزم ان يعني حي منطقه كوزيكا يتبع حي ترب مجاوره لحي المعادي، وانا شغال مع الاثنين. انا الاهالي اللي موجودين في محيط المجمع البيئي اثقف بيئيا من اهالي المعادي. دي انا اجزم بيها واؤكد. لا احنا ما نقدرش نعمل التعميم، لكن انت شايف انهم وصلوا لمستوى. لا انا بعمم منه، وانت شايف ان هو وصلوا لمرحله انت مصمم انهم يوصلوا. انا بعمم لسبب. انت هتعمم، انا مش انا عمليا وبعمم لسبب ان هو في المعادي عنده المصطلحات، ولكن في المنطقه اللي بنتكلم فيها عنده الاليات الكيفيه. فهي انا بتكلم في كده. برضو التعميم ده من عندك، انا مش هوافق على التعميم ده يا استاذ احمد، لكن انا هوافق على فكره ان انت بتقول لي ان عندنا دلوقتي مرحله من الوعي في المنطقه اللي انت بتشتغل بيها عاليه جدا ومرتفعه جدا. مش بنتكلم بس على اهالي، بنتكلم على اطفال. جربتوا انكم تعملوا اي نشاط دمجتوا فيه الاهالي مع الاطفال، بحيث ان يعني نتاكد بقى من وصول المعلومه ونتاكد من جدواها؟ يوم الجمعه مثلا يعني اغلب الاهالي بتبقى اجازات. انا عايز اقول لك ان يوم الجمعه الاهالي اللي بيجيبوا اطفالهم بيشتركوا معاهم، يعني يدخلوا معاهم. يعني احنا حتى في مبادره تبع وزاره الشؤون على ما اعتقد كلمونا عايزين يجيبوا الاطفال، فما عرفوا ايه اللي احنا هنديه للاطفال، فالمسؤوله قالت لي طب ما تشرحوا لنا احنا كمان معاهم. كويس قوي. لا الاهالي بيجوا مع اطفالهم وبيدخلوا وبيشتركوا في الانشطه اللي بتتعمل معاهم. وفي نشاط دلوقتي احنا بموضوع نشاط الفصل من المنبع
او منظومه الفصل من المنبع. دي المنظومه الاهم في الوقت الحالي، ان احنا ازاي بندرب الاهالي ازاي ان هو يفصل العضوي عن غير العضوي، وازاي يميز بالالوان ما بين المخلفات العضويه والمخلفات الصلبه، واللي اصبح الاطفال هم البذره الموضوع ده. الاطفال يعني احنا دلوقتي عندنا في البيت، عايز تقولي ان في بعض المناطق هلاقي 2 كيس قمامه موجودين؟ دي بقى يشرحها لك بالتفصيل بقى تغريد، بقى اما تيجي تغريد هتشرح لك الجزئيه دي بالظبط بالتفصيل ايه اللي بيتعمل في المنظومه دي. يعني هي المنظومه دي اكتر نشاط على الارض، عمل دمج بقى، مش هقول اطفال واهالي، لا ده عمل دمج مجتمعي. ان احنا قبل ما نطبق المنظومه عملنا زي حشد جماهيري من خلال الشباب اللي قائمين على الموضوع، اسمهم مجموعه مصر الحره. مصر الحره ماسكين المربع السكني اللي احنا شغالين فيه، جمعوا لنا الاهالي بمختلف بقى اعمارهم وفئاتهم ومستوياتهم العلميه، وبدانا ان احنا نعرفهم يعني ايه فصل المنبع، يعني ايه اخضر، يعني ايه ازرق، يعني ايه اصفر. يعني ايه اخضر يا محمد؟ اللون الاخضر. اللون الاخضر يعني ايه؟ بنحط فيه اللون الاخضر واللون الازرق. في صليبة وفي صلبة وعضوية. محمد بتخض من اسئلتي، انت تساله يجاوب، اسئلتي انا مش ليه محمد رد عليا انا كمان. احنا عندنا صلبة وعضوية، ماشي. انت عارف ان الصلبة دي هتتعمل ازاي والعضوية هنعمل ازاي؟ انت قلت لي العضوية هنعمل منها بايوجاز، صح؟ صح ولا مش صح؟ ولا انا محمد تعب مننا. شكرا ليك يا محمد، انا مبسوطه ان انت جيت النهارده، بجد انا مبسوطه جدا ان انت عندك معلومات كمان. شكرا، نورتني في البرنامج. شكرا ليك. شكرا ليك. خليكم معانا مشاهدينا، بعد الفاصل تغريد بقى هتدخل تكمل الكلام الاستاذ احمد معوض بيحكيه لنا. خليكم معانا. شكرا ليك يا محمد جدا. نقابلكم بعد الفاصل.